النهاردة ان شاء الله هنعمل طريقة الملوخية المصرية الأصيلة. وانا بقول الأصيلة لاننا هنعملها بطريقة جدتنا بالظبط، يعني هنعملها بدون اي افتكاسات خالص. يعني مش هنقول ولا ضاع عمرنا ولا فات من عمرنا كتير عشان الطريقة دي. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو، بس قبل ما نشوف الفيديو ياريت ما ننساش نسمي الله ونصلي على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نشوف عملنا ايه. اول حاجه الملوخيه ما بتجيبيها انا بحب ان انا اقطفها كده قبل ما اغسلها. لو انتي حابه تعملي العكس براحتك، بس كده بتكون اسهل بكتير. والناس اللي هتقول القيمه الغذائيه بتاعتها، انا ما بجيش ناحيه الورقه بتفضل سليمه وبتتغسل وبتفضل سليمه زي ما هي. بس عايزه اقولك على حاجه، لما تجيبي الملوخيه حاولي تجيبيها كده تكون صغيره زي ما انت شايفاها كده. كل ما بتجيبيها صغيره بتبقى الورقه بتاعتها حلوه، وبتكون تحس ان هي بلدي اكتر، وكمان بتديكي عرق اكتر وبتبقى حلوه معاكي. الملوخيه اللي انا بقطفها دي يعني صراحه دي غير اللي انا عاملاها النهارده، يعني انا بس دخلت الفيديو ده في الفيديو ده عشان اوريكم الملوخيه لما تجيبوها بالشكل ده، ان هي تكون ورقها صغير زي ما انتم شايفين كده. بلاش اللي هي ورقها كبير. اللي انا عاملاها النهارده دي كان ورقها كبير. انا لما كنت في السوق كنت انا جايبه يعني جبت الحاجه، وانا مروحه لقيت بتاعه الملوخيه قالت لي والنبي، وقعدت تلح عليا ان انا اخد الملوخيه اللي معاها دي عشان عايزه تروح ومش عايزه تروح بالملوخيه اللي معاها. فالصراحه جبرت بخاطرها وقلت يا بنتي يلا مش مشكله، مش هيجرى حاجه، ما تاخديها وتعمليها. اما روحت لقيت الورقه كبيره، يعني انا ما كنتش واخده بالي من الملوخيه قوي ولقيتها كبيره. حتى لو انا كنت لقيتها كبيره معاها كنت هاخدها برضو منها، مش مشكله. المهم، دي الملوخية زي ما اتفقنا هقطفها، وبعد ما اقطفها هاخدها واغسلها. تغسليها بقى اكتر من مرة لغاية ما تنضف معاكي. انا بحب ان انا اغسلها كذا مرة كده الاول، وبعد كده بنقعها تاني لغاية ما تنزل، لو لسه فيها حاجة تنزل الطين اللي فيها ده في قلب المية، وارجع اغسلها اكتر من مرة لغاية ما الاقي المية بتاعتها نطفت خالص ومفيش فيها اي حاجة خالص. انا كنت خلصت تقطيف الملوخيه، كنت انا نقع الفرخه، يعني انا كنت غسلاها كويس ونقعتها في المحلول بتاعها. بعد كده بقى اخدتها اللي انا اتبلها، وقلت اسيبها في التتبيله لغايه ما اخرط برضو الملوخيه. يعني انا ماشيه بالتدريج كده عشان ان انا ما صعبش عليا الموضوع. وعايزه اقول لكم ان الخطوات دي، يعني انا قطفت الملوخيه وغسلتها وكمان خرطتها قبلها بيوم. والفرخه برضو انا عملتها تبلتها وسبتها قبلها بيوم، ان انا تاني يوم مجرد ان انا اسوي بس. احنا عارفين ان الجو حر، مش بنقدر ان احنا نقف في المطبخ كتير، فانا بحاول ان انا اسهل على نفسي اللي انا بعمل نص الاكل كده بالليل في الطراوه، وتاني يوم اللي انا بكمل الاكل على طول. جبت بصلايه ببشرها في الجهه الناعمه في المبشره عشان عايزاها تنزل كميه من الميه. بعد كده بتبل الفرخة زي ما انتوا شايفين، بتبلها من كل حتة، مش بسيب فيها حتة غير لما بتتبل. كمان بفتح كده تحت الجلد عند الصدر، وبالسكينة كده اغرز فيها كده شوية، عشان الفرخة دي كبيرة ما شاء الله كبيرة، فعشان ان هي تستوي معايا ما تطلعش الصدر بتاعها ناشف. فانا عايزاه ان هو يشرب من التتبيلة، وكمان اما تيجي تستوي ما تاخدش وقت معايا طويل، او الاقي اللي وراك اتهرت والاقي الصدر معايا زي ما هو او لسه ما استواش معايا. فانا بس مجرد اللي انا بديها بالسكينه كده كام نغزه كده عشان التتبيله تخش فيها، وكمان في نفس الوقت تستوي او كلها يبقى سوا واحد. هنا زي ما انتوا شايفين انا خلاص تبلت الفرخه، بكتفها بقى، والبصل اللي اتبقى منها بحطه في قلب منها، بيديلها ريحه وطعم حلو قوي في قلب الشوربه، مش بيقول لا. خلاص دي الفرخة بعد ما خلصت هاخدها وهكيسها في كيسة وهدخلها في قلب التلاجة. هنخش بقى بعد كده على الملوخية بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين دي الفرخة اهيت، وعلى فكرة كده بتسهل عليكم كتير قوي في الحر. حتى لو انتوا كمان يعني مثلا مش هتعملوا ملوخية جنب منها، حاولوا ان انتوا تتبلوها قبلها بيوم، وتاني يوم بتسووها هتلاقوها شربت من التتبيلة. بتسهلوا على نفسكم، وكمان الحاجة بتطلع طعمها احلى بكتير. هنخش بقى تاني حاجة على الملوخية، زي ما اتفقنا دي هنقعد في التلاجة ونخش على الملوخية. عندي الملوخية اهي، دي بقى الملوخية اللي انا جايباها الاولانية. انا حبيت بس اللي انا اصورها لكم عشان اوريكم الشكل الملوخية اللي انتوا تجيبوها. هي الورقة بتاعتها مش كبيرة قوي، بس انا بحب اجيب الصغيرة، بتبقى طعمها مسكرة وبتبقى طعمها حلو عن الكبيرة دي. اخدتها وغسلتها زي ما اتفقنا. طيب انا عايزه بقى اقولك على طريقه سهله ان انت تجففي بيها الملوخيه، عن اللي انت بقى تفرديها قدام مروحه، او كل شويه راحه جايه اللي انت تقلبي فيها عشان تنشف، او الناس اللي بتحطها في الشمس والدبان يقف عليها. لا هقولك على طريقه حلوه قوي.
ان انت بتجيبي قماشه بتكوني مخصصاها للخضره اللي انت بتجففي فيها الخضره، هتحطي في قلب منها الملوخيه دي. بعد كده هتحطيها في قلب العصاره، ده لو عندك الغساله اللي هي هاف، وتشغليها هتلاقيها اتعصرت معاكي. دي بعد ما عبيتها، لو احنا شايفين القماشه تحسوا ان هي مبلوله، يعني مليانه ميه عايزه تتعصر. وبعد كده دي شكلها بعد ما انا عملتها. هنا انا فرطتها بقى في قلب الصينيه، وبعد كده هخرطها. هي بتكون ناشفه خالص، مفيش فيها اي حاجه، ولو جيتي تعمليها قدام مروحه هتلاقيها بتنشف معاكي اكتر بزياده. بتخرطيها. انا حطيت الكميه كلها، بعمل شويه كده من قدام مني، بسهل شويه، وبعد كده باخد من اللي هو اللي جوه ده وبعمله عليها. هتلاقيها بتتعمل بسرعه. هي مجرد بس ما تلاقي كلها يعني كلها نعمت معاكي او انخفضت معاكي شويه، هتلاقيها قلت، وكل شويه بتلاقيها بتنعم معاكي على طول. عايزه اقولك على حاجه كمان. الملوخيه يعني في ناس كتيره مش بترضى ان هي تشتريها في نفس اليوم، اللي هي يعني لو هي رايحه السوق وعارفه ان هي مش هتعملها في اليوم ده، مش بترضى ان هي تشتريها. بتقول لا، ما ينفعش ان انا اجيبها واعملها وعينها، عشان ان هي هتبوظ معايا زي خضره كده والجو حر. عايزه اقولك ان انا جبتها دي جايباها قبلها بيومين. طب انا بعمل ايه عشان تفضل بالخضار بتاعها ده وما تتبلش معايا؟ انا بجيبها ان انا اقطفها، ما سيبهاش في الكيسه بتاعتها، اول حاجه بشيلها وبقطفها، وبعد كده باخدها وهي متقطفه كده، بعينها في قلب كيسه في قلب التلاجة، مش بغسلها ولا باجي ناحيتها. هنا وانا بقطف ممكن تلاقي كام ورقه كده دبلانه او شكلهم مش حلو، ممكن تشيليهم، ممكن ما بتكونيش واخده بالك منهم وانت بتقطفيهم، او كمان ما بتكونيش واخده بالك منهم وانت بتغسليهم. وممكن كمان يكونوا، لان انا زي ما قلت لكم انا هنا عاينه الملوخيه بقالها يومين في قلب التلاجة، جبتها وقطفتها وعينتها في قلب التلاجة، وقلت اليوم ده اللي انا هطلعه واعمله فيها زي ما انتم شايفين. وهنا دي الخطوه دي انا عاملاها قبلها بيوم، زي ما اتفقنا بخفف على نفسي ان انا عملت الملوخيه وتبلت الفرخه، وتاني يوم مجرد ان انا هسوي بس على طول، مش هعمل اكتر من كده، ان انا بس هسوي، هعمل الملوخيه والفراخ وهشوف انا هعمل جنب منها ايه. زي ما انتم شايفين انا بعملها. المخرطه دي بتبقى رخمه شويه لانها الملوخيه بتخش جواها، بس كل ما بتنعم كل ما هتلاقيها هي بتنزل من نفسها اللي بيخش جواها. هي اي نعم بتسرع لانها تعتبر اتنين في بعض، فبتعمل اكتر، بس رخامتها بقى ان كل شويه بتقعدي تشيلي اللي جواها لغايه ما تنعم وتلاقيها بتنزل اللي جواها. بتجيبي سكينه او بتجيبي معلقه وبتحاولي ان انت تشيلي من تحت لفوق كده عشان كلها تطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده. وده شكلها بعد ما خلصتها، ان هي نعمت معايا وبقت بالطريقه دي. شايفين ما شاء الله لونها اخضر ما غيرش، والورقه زي ما هي. طيب انا هاخدها بقى احطها في نفس الحله اللي انا هطبخها فيها، وعينها في قلب التلاجة لتاني يوم، وهنشوف تاني يوم هنعمل ايه. انا هنا تاني يوم، انا هنا ما حبيتش ان انا احط دهون في قلب الحله، حبيت ان انا اعمل الفرخه كده ان هي تكون خفيفه، واحط الدهون في حاجه تانية. هنا بس يستحسن ان انت تحطي حاجه بسيطه، لا اما تسلقي الفرخه، تحطي ميه ان هي تغلي وتحطي الفرخه في قلب منها، لانها صراحه لزقت مني في قلب الحله. هي دي كانت اول مره اللي انا اعملها بالطريقه دي، لان انا اليومين دولت بحاول ان انا اعمل الاكل يكون باقل دهون على قد ما بقدر. هنا بعد ما الفرخه حطيتها في قلب الحله وبعد كده غطيتها، انا يعني شميت ريحتها بقت حلوه قوي، اللي هي تتبيله البصله. بعد كده كانت الميه غليت، ضفتها عليها، ضفت لها الملح والفلفل الاسود والسبع بهارات او البهارات المشكله، وبعد كده حطيت لها لورا وحبهان، وهحط لها البصل والطماطم، وهسيبها بقى ان هي تستوي براحتها، هدي عليها النار شويه. اما تيجي تستوي احاول اقلبها على الصدر بتاعها عشان اتاكد كمان ان الصدر بتاعها استوى معايا، يعني ما اقفلش كده عليها على طول. هنا دي البصل والطماطم اهوت، احنا بنحب البصل في الشوربه فعشان كده مكتره شويه، وكمان بيطعم الشوربه بتاعتي. غطيت عليها وهد عليها بقى النار شويه. بعد ما خلصت صفيت الشوربه، ودي الشوربه اللي طلعت منها. شايفين ما شاء الله الدهون بتاعتها، رغم ان انا مش ضايفه لها دهون خالص. بعد كده دي الملوخيه برضو اللي انا عملتها. القمر هنا بس مغمقه الملوخيه، ما تقلقوش انا هوريكم في حته كده الملوخيه لونها شكله عامل ازاي. بضيف بقى الملوخيه، انا بحب دايما حتى لو انا عاملاها في نفس الوقت او عاملاها زي ما انا عاملاها النهارده كده، ان انا بحط الملوخيه في الحله واضيف الشوربه كده بالتدريج، عشان الشوربه ما تطلعش زياده معايا. يعني انا لو ضفت الملوخيه على الشوربه ممكن الشوربه تكون زياده معايا، انا مش هعرف اعالجها ساعتها. لكن لما تحط الشوربه بالتدريج كده وتفضلي تقلبي كده، انتي بتكوني متحكمه في الشوربه. حطيت لها مكعبين من المرقه، انا بحب ان انا احط لها مكعبين من المرقه، بحس ان هي بتفرق في الطعم كتير.
انا حطيت لها شوربه وزودت لها كمان ميه، لانهم هم كانوا عايزين شوربه، فانا سبت لهم قيمه طبقين كده صغيرين من الشوربه. هنا دي الملوخية اهيت، حطيت عليها كمان معلقة من الثوم الني، وهقلب بقى الملوخية معايا زي ما انتوا شايفين. هنا الكاميرا برضو زي ما انتوا شايفين مش واضحة قوي، هقربها لكم برضو اكتر هتوريكم اللون الاصلي بتاع الملوخية. طبعا الملوخية لازم الطشة بتاعتها. عندي هنا توم، حطلها معلقة من السمنة وشوية من الزيت. هقلب بقى التومة بتاعتي. التومة هنا مش عايزاها تغمق معايا عشان ما تمررش، وكمان في نفس الوقت ما ينفعش ان انا احط البهارات في الاول اللي هو الكزبره واقول ان انا بديه تشويحه مع الثوم لغايه ما الاقي الثومه احمرت وبعد كده اضيفها على الملوخيه، هتلاقوها كمان مررت. اي بهارات بتسووها كتير على النار بتمرر معايا. فانا هنا اول ما الثومه تصفر معايا هضيف لها معلقه الكزبره زي ما انتوا شايفين، واديها تقلبتين كده على السريع، وبعد كده هضيفها على الملوخيه. اول بس ما احس ان انا شميت ريحه الكزبره هضيفها على الملوخيه. هنا انا كنت مهديه النار لغايه ما جبت الكزبره، عشان كده بس ايه سبتها شويه على النار. لكن لو النار عاليه مجرد بس اللي انا بديها تقليبه بضيف. هنا لون الملوخيه واضح اكتر اهوت، لونها اخضر، لونها تحفه. ما تقولوش ان الملوخيه اللي انا عشان اللي انا خرطتها وسبتها في التلاجة لتاني يوم اللي هو ان هو لونها هيغير، لا لونها هو زي ما انتوا شايفين. انا مش بحب احط لها كربونات ولا اي حاجه، بسيبها بلونها كده. وزي ما اتفقنا امهاتنا زمان وجداتنا زمان كانوا بيعملوها بالطريقه دي ومش بيضيفوا لها اي حاجه، وبتبقى طعمها تحفه. جينا بقى هنا للرز، سخنت شويه زيت على معلقه سمنه كده صغيره، واديت للرز تشويحه، عملته كده عادي. وبعد كده كنت انا جايبه ميه من الحنفيه هضيفها عليه، بس بدي تشويحه كده للرز عشان يطلع مفلفل معايا. وهضيف الميه وهظبط الميه. الناس اللي بتقول لازم نضيف ميه مغليه عشان الرز ما يعجنش معايا، لا ما تقلقيش، زياده الميه هي اللي بتعجن الرز. طبعا كلنا عارفين ان كوبايه الرز المصري بيبقى قدامها كوبايه من الميه. هضيف الميه وتظبطي الميه بتاعتها، تشوفي معيار الميه بتاعها. وبعد كده هتحطي الملح على كل كيلو من الرز، معلقه كبيره من الملح، ما تبقاش معلقه هرميه، لا بتبقى معلقه كده يعني مش مليانه قوي، بتحطيها على الرز عشان ما يطلعش حادق معاكي. كمان في ناس بتشتكي بتقول ان الملح بيتركز تحت في قلب الحله مهما قلبت فيه. انا بسيبه لغايه ما يجي كده اول غلوه او اول غلوتين كده، وارجع اديله تقليبه تاني، لان بيكون في الوقت ده الملح تركز في قلب الحله، فبديله تقليبه ان الملح يتوزع معايا مع الرز. هنا الفراخ ما حبيتش ان انا احمرها في الزيت، فقلت برضو اقلل من الدهون. فهنا كانت عندي صلصه، حطيت معلقتين من الصلصه عليهم معلقه واحده بس من الزيت، قلبتهم مع بعض مع شويه ملح وشويه فلفل اسود. وبعد كده قمت انا مدخلاهم تحت الشوايه ان هم يتحمروا معايا. انا قطعت الفرخه وحمرتها تحت الشوايه، لو انت حابه تعمليها سليمه براحتك. طلبوا مني شعريه، كنت انا جايبه شعريه سايبه، اخدت منهم كوبايتين، حطيت عليهم شويه من الزيت ومعلقه سمنه برضو صغيره خالص، وادي لهم تقليبه كده لغايه ما يحمر معايا. الشعريه عشان ما تطلعش معجنه معاكي ما ينفعش ان انتي تخلي لونها فاتح، لازم تغمقي لونها كده او توصليه للدرجه دي. وعايزه اقولك لو انتي بتحبي الشعريه يكون لونها غامق، غمقيه عن كده شويه، لانك لما بتضيفي الشوربه عليها لونها بيفتح معاكي. انا ضفت لها كوبايه من الشوربه وكوبايه من الميه زي ما اتفقنا، او زي ما قلت لكم عشان اللي انا اسيب لهم بس شويه من الشوربه. وقلبت الشعريه. هنا ممكن اللي انت بقى تسيبيها اول ما تغلي تقومي طافيه عليها وتسيبيها لو انت مش مستعجله. لكن هنا انا كنت بخلص الاكل عشان اغرف على طول، فانا سبتها لغايه ما استوت. ضفت لها شويه ملح وشويه فلفل اسود كده بساط عشان ان هم يطعموها معايا. لو انت حابه تحطي مرقه براحتك، بس انا ما حبيتش احط مرقه لان انا حاطه مرقه في الملوخيه، فعشان ما تبقاش كتيره معانا في الاكل. شايفين الملوخيه ما شاء الله عامله ازاي وقوامها تحفه. انا المشكله عندي في المطبخ الاضاءه بتاعته مش قد كده، حتى واضحه في الاكل كله مش في الملوخيه بس. ودي الشعريه اهي بعد ما خلصت طالعه مفلفله وتحفه مش معجنه. ودي الشوربه بدون اي دهون، معموله صحيه حلوه جدا. انا بس الحاجات اللي هي ما تنفعش زي الملوخيه وكمان زي الشعريه ده اللي عملتهم بالسمنه والزيت. الرز زي ما اتفقنا لو انتوا حابين تعملوه بدون سمنه وبدون اي دهون براحتكم، انا عملته معاكم قبل كده. وده شكل الفراخ، تحسوا لانها مشويه في الفرن مش متحمره، مديالي لون حلو قوي. الصلصه دي معموله بس صلصه وعلى شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه زيت، حاجه كده بسيطه يعني معلقه بالظبط، والله العظيم حتى اقل من معلقه.
انا على قد ما بقدر بقلل من الدهون، بحس ان هو راحة. انا من يوم ما قللت في الدهون حاسة براحة اكتر من الاول. فانتوا حاولوا تقللوا من الدهون على قد ما تقدروا. ده شكل الاكل بتاعنا بتاع النهارده، والملوخيه زي ما اتفقنا بطريقه جداتنا مش امهاتنا، بطريقه جداتنا الطريقه الاصليه بتاعتها. يا رب فيديو النهارده يكون نال اعجابكم. اسيبكم في رعايه الله واستودعكم الله.